كل سنة وانتم طيبين. موسم حلاوة المولد جه. البيت كله بيستنى ريحة العز والأصالة. بس استنى عندك بقى. رايحة تشتري السمسمية والحمصية والفولية بأسعار فلكية؟ ليه ترمي فلوسك وتشتريها جاهزة؟ لو ممكن تعمليها في البيت بأسهل طريقة وأطعم وأضعف بكتير. في الفيديو ده هقولك على طريقة عمل حلاوة المولد زي المحلات بالظبط، وأسرار حلويات المولد اللي هتخلي السمسمية المقرمشة والحمصية اللذيذة والفولية الأصلية تطلع معاكي ناجحة من أول مرة بأقل تكلفة. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد. يلا جهزي ورقة وقلم وتعالي معايا نشوف أسهل طريقة لعمل حلويات المولد في البيت. أول حاجة هنجيب الفول السوداني، بتجيبيه نوايا كويسة. أنا جايباه محمص يا جماعة، شايفين شكله عامل إزاي؟ بس هدخله الفرن لازم يسخن معايا، ودي خطوة مهمة. ولعي الفرن على درجة حرارة 180، هتسيبيه كده حوالي 10 دقايق يسخن معاكي عبال ما نجهز الشربات. ده بينا دلوقتي معايا كوباية الا ربع سكر 150 جرام، ومعايا دلوقتي ربع كوباية مية 75 مللي. شايفين دلوقتي معانا معلقة كبيرة مليانة عسل جلوكوز حوالي نص كوباية، برده 120 جرام. نبتدي نقلب كده بالطريقه دي، ما تسيبيش المعلقه من ايدك. طبعا انا بقلب دلوقتي على نار عاليه، ودي خطوه مهمه عشان كل المكونات تدوب مع بعضها. اول ما يبتدي يدوب ويبتدي يغلي يعمل فقاقيع، هبتدي ههدي النار للنص، ودي خطوه مهمه يا جماعه. واحده واحده كده، اهم حاجه ما تسيبيش المعلقه. بالمعلقه الخشب بقى، بمعلقه سيليكون، براحتك مفيش مشكله خالص. شايفين يا جماعه ابتدت الفقاقيع؟ هنزل دلوقتي بنقطتين ليمون، يعني عصره كده صغيره ليمون، تقدري تستغني عنها بس فعلا بتديكي نتيجه في منتهى الروعه. قلبي بقى بالطريقه دي واحده واحده. شايفين ابتدت تتقل معانا ازاي؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا دلوقتي تقولي استوت، لا طبعا، لازم نفضل نقلب كويس جدا كده، وتاخدي الجوانب اهم حاجه. كل ما هتاخدي الجوانب عمرها ما هتديكي لون وتحمر معاكي. قلبي بقى بالطريقه دي، لان احنا عارفين ان السكر بيتكرمل من الجناب الاول، لا احنا عاوزين بقى ندخل كل الكرمله دي عشان ما يديناش اللون ويفضل لونه جميل. هيديكي شكل الفول السوداني حاجه جميله وفي منتهى الجمال، ولا هيغمق معاكي ولا هيبان فيه حتى السكر الا في الطعم. سكر خفيف ومظبوط جدا يا جماعه، بس امشي على الخطوات هتطلعيه احلى بكتير جدا ما تشتريه من بره. معانا دلوقتي طبق ميه من الحنفيه عادي، ونبتدي نختبر العسل بالطريقه دي. شايفين يا جماعه؟ واحده واحده كده تمسكي القطعه تلميها وتختبريها، دي خطوه مهمه جدا لازم تعمليها. مسكتي كده العجينه لقيتيها شايفين طريه ازاي؟ لسه دلوقتي عامله ازاي؟ لا كده لا، لازم نسوي فيها شويه كمان لحد ما يقطب معانا، تحس انك زي الكراميل بالظبط، تقطميها زي الكراميل. معانا دلوقتي رشه صغيره خالص بيكربونات الصوديوم، بتفرق جدا يا جماعه في اللون وفي القطمه بتاعه الفوليه. قلبي بقى بالطريقه دي، وقلبي دخلي يا جماعه زي ما اتفقنا عشان ما يديكيش لون من الاطراف. شايفين شكلها عامل ازاي؟ فاتحه معانا ازاي؟ يا دوبك واخده لون بسيط خالص كده ذهبي. طبعا دلوقتي هنختبرها، ودي خطوه مهمه لازم تقطم معاكي. هناخد جزء صغير، وطبعا النار خلي بالك منها، النار يا جماعه متوسطه خالص. شايفين بقى تقطم معانا ازاي؟ زي الكراميل بالظبط كده. خلاص استوت معانا. هقلبها كده، وابتدي دلوقتي هنزل بالايه؟ بالفول السوداني اللي احنا محمصينه في الفرن. تبداي بقى بسرعه بالمعلقه الخشب كده وتقلبي. طبعا في اللحظه دي بتطفي النار. السخونيه بتاعه البوتاجاز مع سخونيه الطاسه اللي انت بتعملي فيها هيخلي معانا الفوليه في منتهى الروعه. قلبي واحده واحده كده لحد ما تخلي كل العسل يختلط بيه السوداني. شايفين يا جماعه؟ نبتدي بقى كده على مفرش سيليكون، على كيس ثلاجه، وتدهني زيت في اي حاجه زي ما انت عاوز، صينيه من غير اي حاجه خالص وتدهنيها زيت. تبداي كده بسرعه بايديكي تفردي بالطريقه دي. شايفين يا جماعه؟ وهو سخن يا جماعه خلي بالك بس من ايديكي عشان لسعته وحشه. واحده واحده كده بالفراده كده، وتبداي واحده واحده كده بالطريقه دي وتسويه، وتعملي احلى فوليه في البيت. شايفين بيتفرد معانا بمنتهى السهوله ازاي؟ سويها بالطريقه دي، قدميها لاولادك وبالهنا والشفا. والله والله اطعم بكتير جدا ما تشتريها من بره. طالعه في منتهى الروعه، كل اللي كلها ما فيش اختلاف بينها وبين اللي بره، بل اجمل كمان. حاجه جميله وعاملاها في بيتك وخطيره. هتطلع مرمشه معاكي، ولا تجيبيها بقى تحسي ان هي مزرنخه شويه ولا مركونه ولا حاجه قديمه، لا حاجه عاملاها طازه في بيتك. الطعم بيفرق جدا يا جماعه. نبتدي بقى وهي سخنه كده، بس خلي بالك من ايديكي. واحده واحده كده السكينه عايصاها زيت، وتبداي كده واحده واحده كده تضغطي. شايفين بتقطع معانا بمنتهى السهوله ازاي؟ خطيره وجميله وفي منتهى الروعه. شايفين يا جماعه؟ القطعه اعمليها زي ما انت عاوزه بقى، عاوزه تعمليها صغيره مربعات مستطيله زي ما بتشتريها من بره. زي ما اتفقنا السكينه لازم تكون مدهونه زيت، وتضغطي ضغطه خفيفه بالطريقه دي. شايفين يا جماعه اتقطعت معانا عامله ازاي؟ وهتطلعي من 400 جرام كميه كبيره جدا، وتقدري تفرقي على حبايبك مفيش اي مشكله خالص. اهي كل سنه وانتم طيبين، مولد النبي خلاص على الابواب. اعملي الحاجات الحلوه دي في بيتك. يلا بينا بقى دلوقتي هنسيبها 10 دقايق كده تبرد معانا خالص عشان تديكي القرمشه الخطيره.
ودلوقتي معانا السمسم، يلا نعمل السمسميه الخطيره. طبعا دلوقتي زي ما عملنا في الفوليه هنحطه في صينيه الومنيوم وندخله الفرن على درجه حراره 180، وهنسيبه شويه لحد ما يسخن معانا جدا. ودي خطوه مهمه عشان يديكي نتيجه في منتهى الروعه. اما يكون السمسميه او الحمصيه او السودانيه سخنه بتفرق جدا في الطعم. نفس المقادير اللي حطيناها في الفوليه هي نفس المقادير اللي هنحطها في الحمصيه او السمسميه. المقادير كلها واحده بس بتختلف في حاجات بسيطه. يلا بينا دلوقتي نختبرها. هنجيب قطعه من العسل بالطريقه دي ونحطها في الميه الساقعه، تعملي زي خيوط كده وتسيبيها ثواني كده، وبعد كده تمسكيها. شايفين ما قطمتش معانا؟ هنستنى شويه. المقادير يا جماعه تاني: 150 جرام سكر كوبايه الا ربع، 120 جرام عسل جلوكوز. دلوقتي هننزل دلوقتي بسر مهم جدا هيديكي ريحه وطعم في منتهى الجمال. نزلت دلوقتي برشه فانيليا حوالي باكو كده صغير، ونزلت دلوقتي بالكربوناتو، ونبتدي نقلب بالطريقه دي. شايفين يا جماعه؟ كل ما هتقلبي هتتقل معاكي وهتديكي نتيجه في منتهى الروعه. هنقول المقادير تاني: 150 جرام سكر كوبايه الا ربع سكر، ومعانا 120 جرام عسل جلوكوز يعني حوالي نص كوبايه، ومعانا ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه عاديه من الحنفيه. قلبي بقى بالطريقه دي. شايفين يا جماعه الجمال والعظمه ده؟ في منتهى الجمال. اعمليها في بيتك يا جماعه هتبقي مبسوطه جدا، واولادك هيبقوا مبسوطين بيكي حواليك. نجرب بقى تاني بالطريقه دي واحده واحده كده، وطبعا مهديين النار. ودي خطوه مهمه هتديكي نتيجه في منتهى الجمال. شايفين يا جماعه ابتدى يطقم معانا ازاي؟ يقطم معانا ازاي؟ شايفين اهي بتتقطم معانا، بس هنستنى ثواني كده. هنقلبها كده قلبتين وهنستنى ثواني. يلا بينا دلوقتي بعد ما خلصنا الشربات ننزل بالسمسم الخطير دوت اللي سخن معانا، ودي خطوه مهمه. يلا نقلب بسرعه بقى بالمعلقه الخشب بالطريقه دي، وتخلي يعني كل العسل يختلط بالسمسم بالطريقه دي، عشان كل حبايه سمسم كده تبقى متغلفه بالعسل. حاجه روعه وفي منتهى الجمال. شايفين بسرعه ازاي؟ على طول على المفرش السيليكون معانا، او زي ما اتفقنا، او على صينيه مدهونه، او على كيس ثلاجه عادي، مفيش مشكله تفتحيه وتدهنيه بالزيت. وممكن بقى الخطوه ديت بدل ايديكي لو مش هتقدري تستحمليها، تقدري تحطي كيس ثلاجه برده تفرديه تدهنيه بالزيت وتضغطي بيه، مفيش مشكله خالص. وبالنشابه وتساوي واحده واحده، بس خلي بالك من ايدك عشان سخونيته وحشه يا جماعه. شايفين واحده واحده ازاي؟ اهو بتتفرد معانا بمنتهى السهوله. وسويها كده واعمليها في بيتك، والله روعه روعه روعه. سيبيها بالظبط 5 دقايق 10 دقايق تلاقيها بتقرمش معاكي وتقطم معاكي في منتهى الجمال. شايفين؟ سويها كده واحده واحده، طول ما هي سخنه بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله. واحده واحده كده سويها عشان يبقى كلها حجم واحد. شايفين يا جماعه الجمال والعظمه ده؟ حاجه في منتهى الروعه. وريحتها يا جماعه في منتهى الجمال. تحطي فانيليا، عاوزه تحطي على كله ميه ورد براحتك، دي خطوه ليكي مفيش اي مشكله خالص. شايفين يا جماعه؟ هم طبعا بره بيحطوا ميه زهر او ميه ورد، مفيش مشكله خالص. اهي سويها. جبنا السكينه بقى ودهناها بالزيت، وابتدينا نضغط كده ونقطعها بطريقه سهله وخطيره ازاي. شايفين يا جماعه؟ تقدري تعمليها بقى السمك اللي انت عايزاه. عاوزه تخليها تخينه شويه براحتك، عاوزه تخليها زي ما بتشتريها بتبقى رقيقه شويه، سمكها متوسط كده، حاجه جميله وفي منتهى الجمال. شايفين يا جماعه بتتقطع معانا ازاي؟ مسكت في بعضها، حاجه خطيره والله في منتهى الروعه. شايفين يا جماعه؟ الحجم ده بقى بتاعك، عاوزه تعمليها مربعات براحتك، عاوزه تعمليها طوليه كده زي ما بتشتريها، مفيش اي مشكله خالص. بس اعمليها بس يا جماعه والله مش هتندموا، وسهله وفي منتهى الجمال، مش هتاخد منك وقت خالص. اهي شايفين؟ تتقطع بمنتهى السهوله. هي طبعا دلوقتي لسه سخنه شويه، هنسيبها بقى دلوقتي مش هنشيلها خالص الا لما تبرد، ودي خطوه مهمه. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ شيل الاطراف بقى الزياده دي، طبعا مش هتترمي هتتاكل. دلوقتي هنسيبها 10 دقايق تبرد، ونبتدي نعمل دلوقتي مع بعض الحمصيه. معانا حمص دلوقتي 400 جرام. شايفين يا جماعه شكله عامل ازاي؟ جيبيه متحمص برده او تجيبيه تحمصيه في البيت مفيش مشكله خالص. بس برده دلوقتي خطوه مهمه زي ما اتفقنا، هحطه في صينيه المونيا وهدخله الفرن يسخن معانا. ولفي لفه كده فيه، لو في اي حاجه شوايب اي حاجه تشيليها. طبعا انا بجيبه مغلف وده افضل يا جماعه، ما تجيبيش السايب عشان بيبقى فيه قشر، لازم تجيبيه المغلف في الاكياس، افضل بكتير هيديكي نتيجه في منتهى الروعه. شايفين شكله عامل ازاي؟ يلا بينا ندخله الفرن. يلا بينا دلوقتي نفس المقادير اللي حطيناها في الفوليه والسمسميه هنحط نفس المقادير في الايه، في الحمص. بس زياده هنا هنحط ايه؟ ميه الورد يا جماعه. ميه الورد دي هتديكي طعم في منتهى الروعه. تقدري تعملي كل المكونات بميه ورد مفيش مشكله خالص. نقلب بقى بالطريقه دي لحد ما تتقل معانا زي ما اتفقنا. تاخدي كل الجوانب تدخليها لجوه عشان ما تديش لون معاكي غامق، وتديكي كده شكل السمسميه والحمصيه وكله كده لونه فاتح جميل في منتهى الروعه. قلبي بقى بالطريقه دي. شايفين يا جماعه الفقافيه دي؟ دلوقتي هنختبر العسل. هنعمل ايه دلوقتي في الاختبار؟ زي ما اتفقنا طبق جنبنا فيه ميه،
عاديه من الحنفيه، وهتاخدي جزء من العسل دوت وتحطيه فيه. لو قطم معاكي يبقى خلاص كده استوت. لو لسه ما قطمش ولسه بتشدي معاكي كده زي العسليه، لا تسيبيه شويه. طبعا ما بياخدش وقت طويل ولا حاجه، لا ما بياخدش وقت طويل يا جماعه. هتعملي الكميه دي كلها والله ما هتاخد منك كلها نص ساعه. شايفين يا جماعه اهي، دي لسه بتشد بسيط. هسيبها ثواني على النار اهي. هنقلب بقى كده، بس اوعي تسيبي المعلقه من ايدك. هنحط بقى دلوقتي رشه الكربوناتو، رشه بسيطه خالص يا جماعه بين ايديكي كده، ونقلب بالطريقه دي. تقدري تستغنى عنها زي ما اتفقنا، بس فعلا بتفرق في الطعم، بتفرق في القرمشه كده، هتديكي نتيجه في منتهى الروعه. شايفين يا جماعه لون العسل بقى ابيض ازاي وفاتح جميل وفي منتهى الجمال. قلبي بقى واحده واحده كده اهوت، وهنختبر تاني، تختبري كذا مره لحد ما توصلي لنتيجه الكراميل المقرمش ده. دلوقتي خلاص اتحمص معانا. هننزل دلوقتي بالحمص الجميل دوت، وبسرعه بالمعلقه السيليكون او بالمعلقه الخشب، والافضل معلقه خشب. وتقلبي كده تخلي كل المكونات تختلط بالعسل، ونبتدي ننزل كده، ونبتدي نفس الخطوات اللي عملناها. تضغطي بالراحه كده اهوت بالنشابه، نشابه صغيره كده في ايدك او بايديكي لو قدرتي تستحمليه. شايفين يا جماعه بيتفرد ازاي؟ والسمك زي ما اتفقنا السمك اللي انت عايزاه. هتعملي كميه محترمه، كميه كويسه جدا، حوالي علبه يا جماعه. والله المقادير اللي احنا عملناها دي كلها 400 جرام من كل حاجه، مع العسل مع الميه مع ده كله، هيطلع لك حوالي 2 كيلو. شوفي بتشتريهم من بره بكام، بس فعلا عاملاه في بيتك بيفرق في الطعم وفي اللون وفي الجوده اللي انت عاملاها في بيتك، حاجه جميله وفي منتهى الروعه. كفايه انك عاملاه في البيت لاولادك. شايفين يا جماعه واحده واحده كده تضغطي وتسويها بالطريقه دي، وهتطلعيها في منتهى الروعه اهي. ساوي كده اهوت زي ما اتفقنا. ممكن كيس تلاجة تفرديه وتدهنيه بالزيت. يلا بعد ما سوينا الحمص بالطريقه دي، نقطعه بقى بالسكينه المدهونه بالزيت. تضغطي كده، ولازم تكون السكينه حاميه يا جماعه عشان تسهل معاكي عمليه التقطيع. شايفين بقى؟ اعمليه بقى زي ما اتفقنا طويل زي ما بتشتريه من بره كده، تعمليه مربعات زي ما انت عاوزه. شايفين بيتقطع سهل ازاي ومتماسك معانا، ولا بيفرفط معانا. حاجه جميله وخطيره في منتهى الجمال. كفايه انك عاملاه في بيتك ومن ايديكي لاولادك، حاجه نظيفه. وشوفي بتقدمي لهم ايه. ايه شايفين يا جماعه شكله عامل ازاي؟ عملنا كميه قد ايه؟ يلا دلوقتي هنسيبه دلوقتي يستهدى خالص، وبعد كده نرجع لكم تاني. وبس كده يا حبيبه قلبي، اظن مفيش اسهل ولا اطعم من كده. عملنا السمسميه والحمصيه والفوليه في البيت بخطوات سهله جدا وبسيطه، وتكلفه بسيطه جدا، وطلعنا احلى حلويات مولد اللي تفرح العيله كلها. لو عجبتك الوصفه وجربتي اسهل طريقه لحلويات المولد دي، ما تبخليش علينا باللايك الجميل والاشتراك في القناه، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد اول باول. مستنيه رايك في التعليقات، وتكتبي لي في الكومنتات ايه الوصفه اللي حابين نعملها المره الجايه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان بيفرق معايا جدا، وعشان يوصل لكم كل جديد. جربوا الطريقه دي في البيت، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه عجبتكم، وتقولوا لي طلعت معاكم عامله ازاي. اشوفكم في فيديو جديد ووصفات احلى واحلى. كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.